يعني من اللاعبين على فكره المميز قوي اللاعب امامنا هو الجازولي نوح. نادي المريخ وتوفير الحقيقه امكانيات مميزه فاول لصالح اللاعب، فاول امامنا اليكس دا سيلفا. خطر، وخلي بالك الكره خطير امامنا هو وامبا اللي يقول لك لمسه يد، لكن المره دي خلصها سيرجيو. كره جت هديه خطا. اخر الجوله الثالثه ونستكمل باقي اللقاءات غدا. كره عاليه حلوه كره. دايما هنشوف سيمبا التنزاني الموسم الماضي كان في مجموعه الاهلي والهلال وصن داونز، وتسديده لكن محمد المصطفى تسديده امامنا هنا. كره مسدده من جانب وامبا، ضيعت القريب وبيتسدد في السابق ايضا مصطفى زغبه، ولكن المره دي بعيد. مصطفى زغبه طبعا في ضمك، وفي فريد شعال في المولوديه حراس المرمى، وايضا مندراو حارس مرمى كون. في 1957 كره القدم السودانيه مع المريخ مع الهلال، والمطالبه هنا طبعا ليس هناك فار في مباريات المجموعات. هذه الكره اتلعبت وضربه راسيه، ضغط قوي من جولي نوح، تحرك حلو قوي من اللاعب دي سوزا لو في البعيده رافائيل سيرجيو دي سوزا يضيع فرصه الهلال، ولكن هنا المحاوله شباب بالوزداد، لكن فين يا راجل يا إيوالا سجل في المجره وسجل في الشلف وسجل ايضا مصطفى، لكن وامبا ضيع فرصه وضيع هديه. اليكس وتعالى لازم ياخد انذار هنا. يوسف طبعا الوافق، طويله ملعوبه حلوه قوي، استلام وتدخل فيها ايه؟ فيها ركله جزاء خد فيها وقت شويه بوبو تراوري. كره اماميه كانت في اتجاه اللاعب باولو دي سوزا اللي كان رايح، واللي كان دي سوزا. ادي الجازولي لكن ما مالتش امامنا. الجازولي نوح يسجل اكتر من كوره ويسدد، وركله الجزاء يسجل نادي المريخ السوداني. اللاعب باولو دي سوزا بيسجل في الدقيقه 32 من ركله الجزاء، حطها حلوه قوي ركله جزاء للمريخ السوداني. هدف عن طريق اللاعب باولو دي سوزا اللاعب البرازيلي اللي حط